رمضان كريم عليكم يا أحلى متابعين. ربنا يجعل أيامنا وأيامكم في الشهر الكريم مليانة بركة وراحة ولمة حلوة حوالين السفرة. النهاردة هنحضر مع بعض وصفة بطعم وريحة زمان. عملنا الحمام المحشي، الحمام محشي رز كان حكاية. عملنا كمان الفراخ المحشية، وعملنا كمان سمبوسة وملوخية خضرة. وصفاتنا النهاردة سهلة وخطواتها بسيطة، بس النتيجة مضمونة وهتفرح قلبك. بعد صيام يوم طويل خلوا مطبخكم يتملي بريحة الخير. جهزوا المكونات وسيبوا التفاصيل عليا خطوة بخطوة. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من وصفاتنا السهلة. ويلا نشوف عملنا الكلام ده كله ازاي. كان الحمام طعمه حلو جدا. هقولك كل التفاصيل وكل التريكات علشان يطلع معاكي مظبوط بالملي. اول حاجة عملنا، جبت الرز وغسلته كويس، وانا مش بنقع الرز ولا حاجة، انا بس غسلته. انا بعمل لكل حمامة معيار كف الايد كده، بملى كف ايدي رز كده بيقضي الحمامة بالظبط. انا عاملة لكل حمامة كف ايدي، وعامله كمان كوبايه للفرخه، يعني كل فرخه بتاخد كوبايه رز برضو. وعملت زودت شويه رز كمان للي حابب يزود رز. جبت بقى حله على النار، حطيت فيها معلقه كبيره كده مليانه سمنه علشان هاخد الرز ده اشوحه في السمنه شويه. هحط بقى معلقتين سمنه كده حلوين. السمنه خلاص ساحت معايا وسخنت الحله كده كويس. هنزل بقى بكميه الرز كلها، هقلبها في السمنة وهدي النار علشان ما يتحرقش منك. ههدي النار وقفي معاه كده ايدك فيه كل شوية تقلبيه. احنا هنعمل حاجة تانية وهنرجع له كل شوية نديله تقليبة، بس هدي النار عليه. قطعت الكبد والقوانص بتاعة الحمام وعمالة كل شوية اقلب في الرز. انا مهدية عليه النار، مش مخليها النار عالية عليه قوي ولا هاتي ولا واطية قوي، خليها نار متوسطة كده وكل شوية تقلبي فيه. هنعمل بقى التتبيلة اللي هنتبل بيها الحمام واللي هنحطها على الرز. دول تقريبا بصلتين كبار، لو بصلتين عندك وسط خليهم 3. حطيت عليهم ملح وفلفل، حطيت تقريبا معلقتين كبار ملح، ويجي معلقة صغيرة فلفل، وشوية جنزبيل صغيرين. ده كل اللي هحطه، يبقى ملح وفلفل وجنزبيل وبصل. ضربتهم في الهاند بلندر، نعمتهم كده. هاخد منهم معلقتين كده كبار احطهم على الكبد والقوانص، لان انا هنزل بالكبد والقوانص دي على الرز، بس الرز لما ياخد معايا تحميرة شوية. هقلبهم كويس، هاخد معلقة كمان، خدت تقريبا معلقتين، ويبقى طعمه حلو جدا في الرز. هقلبهم مع الكبد والقوانص كويس، والباقي ده هسيبه عشان هتبل بيه الحمام والفراخ. وبتفرق جدا البصلة بالملح والفلفل دي في تتبيلة الحمام والفراخ قبل ما تسلقيهم او قبل ما تحطيهم في الفرن. هقلب برضو الرز، انا كنت كل شويه بعمل حاجه واقلب في الرز. خلاص الرز ابتدى ياخد معايا اللون، أنا ما بوصلوش للون الذهبي، انا بسيبه بس اول ما الاقيه ابتدى لونه ياخد اللون الذهبي الفاتح قوي ده بنزل عليه بالكبد والقوانص، وهقلب معاهم كمان تقلبتين لحد ما الكبد والقوانص كده الريحة كلها تطلع، البصل بالكبد والقوانص، وتاخد معايا تشويحة الكبد والقوانص. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، هحط عليها مكعب مرقة دجاج، واللي مش بيحبها يستبعدها. انا مهدية عليه النار وعمالة اقلب فيه. هنزل كمان بمعلقة كده او رشة بسيطة من الفلفل الاسود، وهحط عليه معلقتين صغيرين من النعناع الناشف. ده نعناع ناشف انا بجيبه انشفه وبعينه عندي في برطمانات، ما بيجرالوش اي حاجه خالص. هحط عليه تقريبا معلقتين كده وهقلب. والنعناع بيفرق جدا جدا في طعم الحمام، جربيه بالطريقه دي ومش هتحسي بطعم النعناع خالص، بس بتفرق جدا جدا في الطعم. وحطيت له كمان كان عندي شوربه، حطيت له شويه شوربه بس كانت الكميه قليله، فنزلت بيه بالميه. وانا بسوي الرز قبل ما بحشي بيه الحمام، بسويه علشان لو حشيتيه بيه الحمامة بحس برضو ان هو بيفضل ني مش مستوي. مش انا هغطيه بس كده بالمية.
هغطيه بس مش هحط المية اللي هو العقد بتاع الرز بتاعه كله. انا كل اللي هحطه هغطيه بس بالمية، هدوق الحدق واظبطه، واول ما يغلي ههدي عليه النار خالص واسيبه يستوي براحته. ده كان الحمام، غسلته كويس جدا ونضفته، نقعته في مية وليمون وخل وملح وسكر، وسبته بتاع 10 دقايق، وبعدين شطفته كويس الفراخ والحمام. هتبلهم بقى بالتتبيلة اللي انا كنت عاملاها، اللي هي البصل والملح والفلفل والجنزبيل. هتبله كويس، كل واحد تقريبا معلقة صغننة كده هتبل بيها الحمامة. هتبلها من بطنها، وهدخل شوية في الحصالة بتاعتها، وهدعك الحمامة من بره برضو بالبصلة والملح والفلفل، ونفس الكلام في الفرخة. بس هخلي الفرخة ما بين الجلد واللحم، وهحاول احط لها برضو البصلة دي علشان طعم الصدر وطعم الورك يبقى واخد وشارب من التتبيلة. انا الفرخة دي انا هحشيها واحطها في الفرن زي ما هي كده، لا هحطها في كيس حراري ولا هغطيها بفويل ولا اي حاجة. بتسيبيها ساعة ونص في الفرن بتطلع معاكي زي الفل. بس خلاص كنت تبلتها. دي كانت الملوخية، انا شارية النهاردة كيلو الملوخية ب50 جنيه. بس الخضار مولع في السوق، والحاجة غالية جدا اليومين دولت، موسم بقى، كل سنة وانتم طيبين. خلاص كان الرز خلاص استوى معايا، وشايفين مستوي ومفرفر وزي الفل. هنغرف بقى كمية رز علشان تبرد معايا واحشي بيها. وما بحطش الرز كله مرة واحدة، انا بحط شوية بشوية، لان الرز اللي بيتبقى مني بعد الحشو انا برميه، لان بيقع مني غصب عني مية من الحمام او حاجة، ما ينفعش ترجعيه تاني في الحلة وتاكليه. انت حطي على قدك شوية بشوية، علشان الرز اللي هيتبقى منك بعد ما تخلصي حشو ده هيترمي، مش هينفع تاكليه. بس انا حطيت هحشي الاول الفرخة علشان اظبطها وادخلها الفرن. كنت مولعة الفرن، شغالة الفرن على درجة حرارة 200، وحشيت بقى الفرخة، وما تحشيهاش قوي علشان ما تفتحش منك وتبقى مقطعة وشكلها مش حلو، عشان تفضل مظبوطة. ما تكبسيهاش قوي بالرز، لان لو كبستيها قوي بالرز ما تستوي هتلاقيها فتحت منك وشكلها ما بقاش حلو. بس هكتفها، حطيت لها تقريبا الكوبايه اللي انا كنت عاملاها لها، كبشتين 3 كده كبار كده مليانين من الرز، وقفلتها. وهرش على وشها بقى رشه حلوه كده من البابريكا، والبابريكا ده بتخليها تاخد لون كده حلو. وهرش عليها رشه فلفل اسود ورشه ملح. وفي الوقت ده هحطها بقى على الفرن تغلي كده، على البوتاجاز قصدي الاول. تغلي كده، هحط لها كوبايه ميه واسيبها على البوتاجاز تغلي كده 5 دقايق، وبعدين هدخلها على فرن حامي. كده انا خلاص علقت عليها البوتاجاز، وهحط لها كوبايه الميه. اول ما تغلي هدخلها الفرن. نحشي بقى الحمام، ودي طريقتي في حشو الحمام. انا بحشي الحمام من بطنها، يعني بحطه وبزق بصباعي كده لحد ما تخش جوه الحصاله. ودي اسهل واحسن طريقه لحشو الحمام. بس بتزقي بصباعك لحد ما تدخليه جوه الحصاله. وما تكبسيش الحمام قوي عشان ما يفرقعش منك في السلق. سيبي فيه نفس، يعني ما تحطيش فيه كتير قوي رز تكبسيه. واول ما تحطيه في الشوربه او في الميه عشان يتسلق، اول ما هيستوي هيقوم مفرقع منك على طول. فانت سيبي فيه نفس كده علشان ما يفرقعش منك. الحمام من الحاجات اللي طعمها حلو جدا، وسهلة ومش متعبة صدقوني. بس ايه، خلي بالك من التفاصيل البسيطة اللي انا بقولها لك. بس هحشيها كويس. شايفين الحصالة اتملت اهيت. هظبطها برضو بايدي وهديها شكل الحمامة كده اهوت، وهكتفها بقى، وهحط الجناحات دي بره. حابة تقطعيها قطعيها، بس انا بحب احطها بره ورا، وبعد ما تستوي بشيلها ارميها. وبعد ما بتستوي خالص بقوم شايلاها رميها، اللي هي. بس احشي بقى الكمية اللي عندك بنفس الطريقة. في الوقت ده انا حاطة حلة على النار فيها مية، علشان اول ما اخلص حشو تكون المية غليت انزل بالحمام على طول. اهم حاجة ان انتي ما تكبسيش الحمامة قوي رز،
وما تغيبيش عليه في السوا. يعني هقول لك كل حاجه في وقتها، يعني هقول لك كمان ياخد وقت قد ايه في السوا. بس الميه كانت غليت معايا، هنزل بقى بالحمام، وحاولي تحطي الحمام على ظهره، ما تحطيهوش على وشه. اللي هو اول حاجه هتحطيها تحت، حطيها كده زي ما انا بحطها على ظهر. حطيه اللي فوق على الوش، حطيه على وشه. بس كده. بس هنحط له بقى التوابل اللي هنحطها معاه عشان تخلي الشوربه حلوه وطعم الحمام برضو حلو. هحط له ورقتين لورا، هحط له فصين حبهان، فصين 3 فلفل اسود، ربع معلقه جنزبيل. انا بحب البصل في شوربه الحمام قوي، فحطيت له بصلتين 3، رشه فلفل اسود، حبهان، ورق لورا بودرة، وكمان الملح. الحمام أول ما يغلي سيبيه بالظبط، احسبي له بالظبط نص ساعة، نص ساعة بالظبط من أول ما الحمام يغلي. طيب عايزة تتأكدي تاني، هتلاقي الحمام عايم على الوش، مش نازل تحت، هتلاقيه عايم. أول ما الحمام يعوم هتعرفي إن هو استوى على طول. والحمام بياخد نص ساعة من بعد الغلي بالظبط. طلعيه وجربيه وهقولك تختبريه ازاي. هنعمل مع بعض السمبوسة عقبال ما الحمام يتسلق. السمبوسة ده فلفل ألوان، حطيت كان عندي أخضر وأصفر. حطيت كمان دي حتة جبنة فيتا، وأي نوع فيتا انت بتحبيه. وبحب أحط عليه معلقة كده من الدبل كريم علشان يحدقها شوية. وحطيت شوية موتزاريلا، كان عندي شوية موتزاريلا، حطيت شوية هي مع الميكس الجبن ده، وشوية مع المفروم. وحطيت كان عندي لانشون فراخ ولانشون لحم، حطيت برضو حبة من لانشون فراخ ولانشون اللحم، بيبقى طعم الميكس ده تحفة جدا. بس هحشي بيه السمبوسة، والتانية اللحمة المفرومة، وحطيت عليها معلقة موتزاريلا او ميكس جبن برضو اللي هو الموتزاريلا مع الشيدر. هحشي بقى السمبوسة بالطريقة العادية التقليدية السهلة، اسهل منها مفيش. وانا بحب اعملها ما بين المفروم والجبن. بس كده هحشيها خلاص جاهزة معايا. حابة تحطيها صينية وتدخليها الفرن، بس ترشي عليها زيت تمام، حابة تقليها في الزيت براحتك، الاتنين حلوين. الحمام كنت هختبره بعد نص ساعة بالدقيقة، خرجت واحدة كده قلت اختبرها. نغزت الصدر بالشوكة، لقيت الشوكة بتخش معايا بكل سهولة. قطعت حتة من الجناح، ولقيت الجناح اتقطع معايا بكل سهولة برضو، اللي هي الحتة اللي فوق دي اتقطعت معايا بسهولة كده. استوى، أول ما تلاقيه استوى نشيليه على طول من الشوربة. ده كان بعد نص ساعة بالظبط. أنا أول ما بيغلي بقوم حاسبة له نص ساعة وأبص عليه بعد النص ساعة. ما تزوديش عليه أكتر من كده. أنزل بقى، طلعت الحمام. هعمل في الوقت ده البلح، وانا البلح بعمله بالفواكه المجففة والفواكه اللي عندي. بحب احط فيه تفاح، موز، لو عندك فراولة، مشمشية، قراصية، اي نوع فاكهة في الموسم بتاعنا ده بنحطه فيه. وهنزل بقى كل واحد بحط له 3 بلحات اللي هم السنة، مش اكتر من كده. اللي عايز 5 بحط له، اللي عايز 7 بحط له. وبنزل عليهم باللبن، بنزل عليه باللبن. انا بسيب علبة اللبن بره لان الجو حلو ومش هتبوظ أوي عشان ما يبقى ساقع. واللي ما بيحبش البلح حط له البلح، اللي ما بيحبش البلح باللبن يعني حط له البلح بره ياكله كده. بس وجهزته وحطيته على البوفيه عقبال ما اجهز بقيه الحاجه. دي كانت شوربه الحمام، خدتها رشيت عليها رشه جوز الطيب، وهحط عليها فص توم ني كده، وديت توميه كده، شويه توم حلوين، يعني تقريبا معلقه توم، نزلت عليها بمعلقتين 2 كزبره ناشفه، ومعلقه سمنه، ومعلقه زبده. بس هحمر بقى الحمام عقبال ما شوربه الملوخيه تهدى. الحمام بيتحمر يا بلبن يا بقشطة، بتفرق جدا في طعم الحمام، تخلي طعم الحمام في حتة تانية خالص. يبقى لازم يتحمر، مش لازم بس لو مستحب يعني. هتجربي التركة دي هتفرق معاكي جدا في الطعم. بحب احمره بالقشطة، القشطة اللي بنشيلها من على وش اللبن. طب لو ما عندكيش شوية لبن برضو، عوصي الحمامة كده فيها وحطيها في الزيت اقليها، بيطلع لونها ذهبي والطعم بيبقى حلو جدا. ما بياخدش وقت خالص، الحمام بيتحمر بسرعة جدا، في عينك عليه على طول. قلبيه في كل الاتجاهات، وانا بحب احطه كده عند الحصالة عشان الحصالة كمان تبقى متحمرة وطعمها حلو. وما تكتريش في المقلة، حمر 2 في 2 علشان الايه تبقي واخدة بالك منهم وتلحقي ايه تقلبيهم، لان هو ما بياخدش وقت خالص، بالذات لما بتدينيه من القشطة.
او اللبن. بس هطلعه بقى يبقى طري معاكي كده مش ناشف وطعمه حلو جدا. طلعيه بقى وصفي بقيه اللي حطيه مثلا على كلينكس او على صفايه، تصفي بقيه الزيت اللي فيه، رشي برضو عليه على الوش كده رشه ملح وفلفل وكده خلاص. كانت الشوربه غليت معايا، هنزل عليها بكميه الملوخيه اللي انا خرطتها، غسلتها كويس وخرطتها. هنزل عليها بقى بكميه الملوخيه وهقلبها من كويس لحد ما تفك. واحنا ما بنحبش الملوخيه لا تقيله قوي ولا خفيفه خالص، وسط. ومجهزه الطشه بتاعتها، لقيت فيها لسه كلاكيع فعملتها بالمضرب اليدوي كده، بتفك خالص وما تقلقيش خالص، بتبقى طعمها حلو، بيبقى فك خالص. كان خلاص المغرب هيأذن فكنت مستعجله، فنقلتها في العين اللي قدامها وحطيت الطشه في عين الصغيره ديت علشان اخلص الوقت. كان خلاص المغرب كان خلاص بيأذن. حسيتها محتاجه شويه شوربه، حطيت لها كبشه شوربه. بس هنقلها بقى في العين التانية تسخن كده، او لانها لازم تبتدي تاخد غلوة، يعني مش بنسيبها تغلي بس لازم هتغلي نقوم قافلين عليها. فقلت انجز في الوقت، حطيت دي في عين ودي في عين وعملت لها الطشة على طول. والملوخية بنحب نطشها ساعة الأكل على طول، تعمليها وتاكليها في ساعتها بيبقى طعمها حلو جدا. يعني ما تسخنيهاش، اعمليها ساعة الأكل. بس نزلت عليها بالطشة كده وقلبتها بقى تقليبة حلوة كده وغرفتها وكانت طعمها حلو جدا. خلصنا سفرتنا النهاردة، عملنا الحمام المحشي. جربي الحمام المحشي بطريقتي هيعجبك جدا. الفرخة كمان كانت استوت وطلعت من الفرن، والملوخية والسمبوسة حمرتها في آخر لحظة بس نسيت أصورها معاكم. وبكده تكون سفرتنا خلصت النهاردة. عملنا مع بعض أحلى حمام محشي بطريقة سهلة وبسيطة. جربي طريقتي إن شاء الله هتعجبك. وعملنا كمان الفراخ المحشية وحطيناها في الفرن زي ما هي كده، والسمبوسة والملوخية الخضراء. ويا رب تكون وصفاتنا النهاردة عجبتكم. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد من وصفاتنا. أشوفك في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.